الدوري الوضع يكون صعب، ولكن عنده فرصة للتعويض. لذلك السد اليوم يلعب بالتشكيلة المثالية والمحاولة الأولى ولكن إلى صفرة مع تقدم بغداد بنجاح. هي تشكيلة فريق الزعيم كثيرا لأن الهيدوس بغداد أن فريق نادي السد يعني شوف احنا فقط 30 نقطة، لكن بالمقابل إذا ما تمكنت حيل من الفوز في قطة تتحدث أنه والله مباراة اليوم يقرب كثيرا. حلو الملعب، المدرجات جيدة، الضجيج جيد. لسانتي كازورلا يقود المحاولة ينقلها إلى الأمام، تبدو خطيرة. جول ويسجل الهدف الأول في المباراة. يطلب الكرة أكو الأسباني وأكو هناك الجزائري اللي يطلب الكرة اللي مرت من البرتغالي وأصبحت أمام بغداد. لا لاعب على الإطلاق يحطها في مرمى صلاح زكريا. الهدف الأول في المباراة لمصر. تلقى خسارة قاسية في الأخير، ما فيه تسلل، فيه تقدم من بغداد بنجاح. مر بغداد وسدد بغداد يا عزيزي مشجع فريق نادي السد، لكن يمكن تكون 2-0 الله أعلم. يتقدم بغداد طيب قطر وين النهائي؟ الاتحاد العربي والله حصلنا على المركز الثالث، كأننا حاصلين على مشجعي قطر العربي الرياضيين في المجالس القطرية، من مشجعي العربي، من مشجعي الوكرة، مشجعي الغرافة، مشجعي قطر. والله احنا إذا حصلنا على المركز الثالث كأننا حاصلين فريقين. حدث عن بغداد في وقت، لكن بدأت بعض الإصابات أيضا. إن العلم كرة السريعة وبغداد يسيطر عليها ويتقدم، يقود هذه المحاولة، يجد المؤازرة، ينطلق. الله لكن ملغي ليش؟ ملغي بداعي التسلل، ملغي بداعي التسلل إلى النقطة رقم 28 الثالث، وراح يترك العربي في المركز الثاني 31. اللي يحبها مشجع فريق نادي السد. سعد الشيب هي التشكيلة المثالية للزعيم الذي يبحث عن اللقب. أكرم عفيف، كرة سريعة جدا وصلت مع فريق الأخوية طاغي على المباراة التي تضرب بفريق نادي تحيل لغاية تقريبا آخر 19 دقيقة، وهو متفوق لعبا ونتيجة. واللي حدث طبعا مع أخوان مانويل ليو فريق نادي السد، مدربين يأتون ويغادرون، لكن يبقى السد الباحث عن الألقاب. والحقيقة المباراة السد